ممكن اقولك ان الناس اللي بتقعد معاهم دلوقتي هم اللي هيشكلوا حياتك فيما بعد. بمعنى لو انت بتقعد مع ناس هم 24 ساعة قاعدين بيدوروا ازاي يسهروا وازاي يقعدوا هنا وازاي يخرجوا النهاردة هنا، طول الاسبوع مقضينها او طول الشهر او طول حياتهم مقضينها بس قاعدة على القهوة او خروجات، انت كمان هتبقى من نفس الشخصية وانت كمان هتلاقي ان دول صحابك. ولو انت بصيت لو انت شلتك او الناس اللي بتقعد فيها كده فانت هتبقى واحد منهم، ده اكشلي يعني. ولو انت بتقعد مع ناس شايف ان صاحبك ده مدير وواحد تاني موظف وواحد تاني مثلا بيعمل حاجة تانية بس كلهم كويسين، هتبقى انت برضو كده. ان هتلاقي ان الناس اللي هي كويسة والشاطرة ومركزة في حياتها وناجحة في العمل بتاعها هما مش بيقعدوا مع ناس اللي هو 24 ساعة ترفيه وهزار ومفيش حياة جد شوية، ولا العكس برضو. لان بتلاقي ان هما بيحسوا ان انت متعالي عليهم قوي، ان انت مثلا بتشتغل في حتة كويسة واعلى منهم، فمش بيفضلوا ان هما برضو يقعدوا معاك لان انت بتحس ان انت مش مرتاح معاهم، وهم هكذا برضو. فاختار الشلة اللي تطلعك او الناس او الصحاب اللي تطلعك لقدام، اللي تشدك لحاجة تخليك افضل من اللي انت عليها. وهكذا لو بنت برضو يعني تلاقي شلة بنات مثلا كل هدفها، لو انت الشلة بتاعتك كل هدفها ازاي نشقط، ازاي نخلي الولد ده يقع في حبنا، نشقطه، ازاي يعني نخلي الناس دي تقعد نبقى ملفتين قوي ليهم، ازاي مش عارفة النهاردة ما نروحش حصة، بنجهز ان شاء الله للخروجات اللي هنخرجها واحنا اصلا قاعدين مش بنذاكر ولا بنعمل اي حاجة في حياتنا. فدول برضو الناس اللي هيوقعونا برضو، مش هيخلونا نوصل لحاجة، هيبقى بس بالاسم ان احنا اصحابهم، حتى لو احنا مش عاجبنا صرفاتهم مش بنعمل زيهم، هتبقوا من نفس الفكرة ان انت اصحابهم فالناس بتشوفكوا سوا، فالحاجة اللي بتعملوها هتنطبق عليكم كلكم. عشان كده قوي مهم ان احنا نختار الشلة والناس اللي بنصاحبهم ونقعد معاهم ليهم تأثير قوي قوي في حياتنا.